البنت بتبقى الوسيله السهله بالنسبه لها انها تقلع هدومها. طيب الولد بيعمل ايه؟ والله الولد يقدر يعمل حاجات كتير. الفترة الأخيرة التلفزيون بدأ يستضيف يوتيوبرز. أعتقد يعني التلفزيون دلوقتي شايف الموضوع يعني ترند، فأنا قررت أعمل سلسلة حلقات عن اليوتيوبرز اللي طلعوا على التلفزيون. البنت نفسها في مداخلة قالت أنا عايشة لوحدي وبعتمد على نفسي. دي من ضمن المشاكل. فين الرقابة أصلا؟ السلسلة دي معمولة مخصوص عشان نكتشف هل اليوتيوبرز أذكياء. وعلى فكرة أنا ليا مثلا فيديو طالع أقول للناس يا جماعة صلوا يا جماعة صلوا يا جماعة صلوا. هل هم أغبياء؟ هل هم عبط؟ أنا ما أعرفش، هو ده اللي هنشوفه دلوقتي يعني. ده قابل كمان، ده غالي قوي. وريني التليفون بتاعك. انت التليفون ده غالي فوق ال 20,000 جنيه، انت جبت 20,000 جنيه منين؟ لان انا هحلل جميع اللقاءات لليوتيوبرز او يعني الناس اللي بتعمل فيديوهات على النت اما طلعت على التلفزيون وعملت ايه. كنت ممكن اتعب، الناس تشوف على التعب. دلوقتي انا عندي قدرة تمثيل رهيبة ان انا بان ان انا كويس. مذيعين التلفزيون المصري اكيد بومرز، يعني اكيد ما يعرفوش اي حاجة عن النت او عن السوشيال ميديا. هل الناس دي هتفهم الناس دي؟ اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك في القناة. What's up guys? Welcome back. فيديو جديد، اول لقاء تلفزيوني. موضوع الحلقة حول الارباح من التيك توك واليوتيوب. اليوتيوبر امل سمير وزوجها حليم. اوكي انا مش عارف ليه المفروض يعني اليوتيوبرز حليم وامل، واليوتيوبر حليم ومراته امل يا بابا، مش اليوتيوبر امل وجوزها حليم. عارف اللي هو جوزها وجوزها جاي كده يعني. او هم عارفين اليوتيوب بيشتغل ازاي، اللي انت لازم تحط اسم البت في الاول في العنوان وبعد كده بقى اي حد. المهم اسم بنت. مش عارف ليه اما تلاقي اسم بنت في العنوان بيجيب فيوز اكتر. اللي كتب العنوان ده فاهم اليوتيوب شغال ازاي. نتكلم على التيك توك ده جنب مواقع تانية، ده شيء رائع ومحترم قوي. في مواقع موجودة، ابلكيشنز موجود، بنات بتقلع هدومها كلها، تبدا تدخل بالناس بيدفعوا لها فلوس ويدخلوا يقلعوا هدومهم كلهم ويقولوا حاجات ويعملوا حاجات. الكلام ده اكتشفته من زمان. هو فعلا لسه مكتشف دلوقتي ان في بنات بتقلع على النت. ساتش ا جود بوي. هو باين عليه اللي هو راجل محترم، ما بيخشش على النت وما بيتطفلش على البنات اللي قلعه جوه. انتصار شديد النهارده انا معي نماذج محترمه. اليوتيوبر امل سمير، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. واليوتيوبر عبد الحليم عبد الفتاح، اهلا وسهلا. اهلا بيك. كام سنه؟ 25. فين بقى؟ بتخرج؟ لا كلية اعلام. 25 سنه لسه كليه اعلام؟ انا 25 سنه كنت متجوز ومخلف. يا فاشل يا فاشل. ايه الفشل ده؟ جايبه عشان يفليكس عليه، المذيع جايبه عشان يفليكس عليه. انا 25 سنه كنت متجوز ومخلف. You just wanted to make fun of me. ايه الانجاز في انك متجوز ومخلف؟ يعني دي مش فليكس يعني الله يكون في عونك. بتعملي حاجات لطيفه يعني. اه انما ما فيش، احنا لابسين كويس لا يعني. الحمد لله. لابسين كويس الحمد لله جدا. واهم حاجه هي لابسه ايه دلوقتي. فعلا اخطر شيء في المحتوى اللي على النت هو لباس البنت. استحاله السؤال ده يتقال لاي فنانه، اكيد يعني مش هيبقى يسرى قدامه احنا لابسين كويس يا يسرى صح؟ اكيد مش هقول كده يعني، هقول لواحده على النت بس احسن حاجه اللي هو عمره ما يعرف يقول السؤال ده ليسرى. مال يسرى في الموضوع؟ عمره ما يعرف يقول السؤال ده لاي فنانه. هو اشمعنى يسرى جت في بالي؟ انا ما اعرفش اي فنانه وخلاص. الهام شاهين مثلا. تخيل لو في هنا اونلي فانز او عندنا واحده زي مثلا بيلي دلفين، الامه كانت هتنهار. بدات تبقى ليك فولورز وكده الحمد لله. وامل نفس الحكايه. الحمد قد ايه؟ الحمد لله نشكر ربنا ان الواحد عنده فولور. عندك 2 فولورز، عندك 3، عندك 10، عندك 100، الحمد لله نشكر على نعمه ربنا. المهم بقى عددهم ايه؟ نشكر ربنا على الشخص اللي بيعمل لي لايك على كل بوستاتي. اصل القصص دي معروفه. بدايه اصلا القصص بتاعت الناس اللي اتاخدت، اول تقرير ما انا ما كنتش اعرف برضه، بس من ضمن التقريرات اللي طلعت البنت نفسها في مداخله قالت انا عايشه لوحدي وبعتمد على نفسي فدي من ضمن المشاكل. فين الرقابه اصلا؟ ازاي بنت تقعد لوحدها في البيت من غير رقابه؟ الاخلاق راحت في داهيه. ده مفيش اخلاق. احنا ممكن نعمل جهه حكوميه تبقى رقابه على اي بنت قاعده لوحدها في البيت، نعمل كاميرات في الاوض عندها نشوف هي بتعمل ايه، نشوف اخبارها ايه. انا عايشه لوحدي وبعتمد على نفسي ودي من ضمن المشاكل. فين الرقابه؟ هو عايز البنات تقريبا اللي قاعدين لوحدهم في البيت تمام هو يروح يراقبهم عشان يبقى في فعلا رقابه. البنت بتبقى الوسيله السهله بالنسبه لها انها تقلع هدومها. طيب الولد بيعمل ايه؟ والله الولد يقدر يعمل حاجات كتير. ان هو يقدر يستغل الامكانيات اللي عنده جوه عقله وجوه جسمه في ان هو يطلعها في فيديو صح. كل واحد جوه روحيه. سو ديب مان. انا ممكن يعني انا بالنسبه لي انا ممكن استغل الامكانيات اللي جوه عقلي عشان اعمل فيديو صح، بس ما اعرفش بقى الامكانيات اللي جوه جسمي ممكن استغلها في ايه يعني. انا الحقيقه ما اعرفش خالص. لو بس اعرف استخدم الامكانيات اللي جوه جسمي عشان اعرف اعمل فيديو صح. بنات بتعرف تستغل الحاجات التانية
للاسف ان هم بيعرفوا يستخدموا الامكانيات اللي هي الغلط اللي هي بره جسمهم اعتقد. بس احنا بقى اما نستخدم الامكانيات اللي جوه جسمنا. في فيديو صح. تابعت المساله دي ازاي يا دكتور؟ اي حد يعني دارس اجتماع او تربيه هيقول ان ده رد فعل طبيعي. جايبين دكتور نفسيه ما شاء الله اعتبرهم مرضى نفسيين، دي حقيقه فعلا معظم اليوتيوبرز مرضى نفسيين. لو عندك اي يوتيوبر في البيت وعايز تعالجه فالدكتوره هتقول لك الطريقه دلوقتي. ورقه وقلم اكتب معايا ست الكل. حليم في لقاء تلفزيوني ليه اخر كان بيتكلم عن مميزات الشهره. الشهره ليها مميزاتها ايه من وجهه نظرك؟ مميزاتها اول حاجه ضعفك بيقل. على سبيل المثال انا كنت ممكن اتعب الناس تشوف عليا التعب. دلوقتي انا عندي قدره تمثيل رهيبه ان انا بان ان انا كويس. التعب بخفيه، الارهاق بخفيه، الظروف السيئه بمرها اتخطاها. اخفاء التعب والارهاق اول ما تعدي ال 10000 سبسكرايبرز فعلا بيبان عليك الاعراض دي، اعراض اللي انت اما تتعب بيختفي التعب بيختفي الارهاق. فدي اعراض الشهره يا جماعه. لو حد حس بعد كده تعب بدا يقل عليه دي اعراض الشهره. ممكن تعرف حد عنده اعراض الشهره ويكون تعبان تمام ومش باين عليه. يا جماعه لو اي حد مش مشهور يا ريت يبقى مشهور بسرعه. اي مشكله هتواجهك هتعديها بسرعه لان دي اعراض الشهره. يا رب يرزقك بهذه الاعراض. اللقاء اللي جاي ده لقاء تاريخي. بعد ما شفنا اليوتيوبر امل وجوزها حليم نتفرج على اقوى لقاء تلفزيوني للدكتور الفرفوش فادي بدوي. انت فادي برضه عرفنا بنفسك. انا فادي بدوي تمام. في ثالثه طب اسنان، مصر الجديدة القاهرة، عندي 20 سنة. ولا عنوانه ليه؟ هو ليه بجد قال عنوانه؟ وات؟ يا عيني مفيش أي حاجة مثيرة في حياته تتقال. حد يقول لك عرفني نفسك، أنت محتاج تقول له إيه أكتر من كده؟ تقول له اسمك، تقول له مثلا في كلية إيه وعنوانك. أنا فادي بدوي، مصر الجديدة القاهرة. أعرفكم بنفسي، فادي بدوي، مصر الجديدة القاهرة. ففي متصل اتصلت عليهم واتكلمت في حاجه مهمه جدا. بس نفسي يعني الفيديوهات دي تنزل نعلم الناس ان هم يعني يبقوا كويسين مع بعضيهم، مش شرط ان احنا نعلمهم الرومانسيه بس. يعني الاستاذه رحاب بتقول احنا ما بنحسش بالناس الغلابه وكده، لا احنا عملنا اللي علينا. وعلى فكره انا ليا مثلا فيديو طالع اقول للناس يا جماعه صلوا. الله على الاجابه، يعني اجابه غير متوقعه نهائيا. يا الله، حس بالناس الغلابه وقال لهم يصلوا. انا بصراحه شاهد ان الدكتور فادي كان من اوائل الناس اللي على السوشيال ميديا اللي تقول لي تصلي، وانا الحمد لله من ساعتها وانا مواظب. وعلى فكره انا ليا مثلا فيديو طالع اقول للناس يا جماعه صلوا، نشتغل على نفسنا. معلش اصل اذا كان التيك توك والانستجرام ده خطوات لحاجه اكبر. تمام. بس وابتدينا اخش واحده واحده كمان. لان طبعا بص يعني بعد مقاطعتي لفادي في ناس ما شاء الله اللي احنا شايفينه ده تجسيد حي للفاك بوي. احنا دلوقتي بنتفرج على فاك بوي لايف، بشوفهم على تيك توك او حاجه، يعني بيبقى اعتقد اللي هي بتبقى شخصيه مثلا بيمثل شخصيه ان هو يبقى فاك بوي. بس انا عمري ما شفت واحد بيور فاك بوي على التلفزيون ولايف كده. ريكورد الفادي بدوي الدكتور الفرفوش. تقول احنا نازلين علشانكم مخصوص. يعني انا عايز اقول لهم، حد بيجي يقول لي يا استاذ عايز اتصور معاك، بقول له يا حبيبي انا اللي عايز اتصور معاك، تعالى. يعني انا في طفله تجري عليا تحضني، انا بحبك قوي وتبوسني، ده عندي بالدنيا. وات اشمعنى طفله؟ اشمعنى طفله يعني اللي هتجري عليك وتبوسك وتبقى عندها بالدنيا؟ يعني لو واحد قدامك شخص عادي في الشارع قال نفس الكلمتين دول انا هطلب البوليس على طول. طفله تجري عليا كده وتحضني وتبوسني، ده عندي بالدنيا. يعني انا في طفله تجري عليا تحضني، انا بحبك قوي وتبوسني، ده عندي بالدنيا. سامعك يا حبيبتي. وحشتني قوي يا فادي. يا لهوي حبيبتي. انت عارفني؟ مش واخد بالي والله، مش واخد بالي. البنات اللي اتصوروا معاك مافيا. مافيا يا حبيبتي. مافيا. فصل ست اول. ده فصل ست اول. يلا مافيا بقى. يا رب مافيا بقى. خليكوا ليا يا حبايب قلبي وما يحرمنيش منكم، وتفضلوا كده في ظهري ومفرحيني. ربنا يخليكم ليا. انت عايزك ترد، انا بشكرك جدا. انت قول لي ازاي انت يعني المعجبين بتوعك او انت بتتعامل ازاي معاهم يعني؟ المعجبين بتوعك بتتعامل معاهم ازاي؟ نفسي في اطفال تحضني وتبوسني زيك. انت قول لي ازاي انت يعني المعجبين بتوعك او انت بتتعامل ازاي معاهم؟ انت ازاي كده؟ انت ازاي بتتعامل مع الفانز كده؟ واحده كان في تجمع وكده جريت عليها وحضنتني قدام الناس وبتاع. المهم يعني فانا كان منظري
صعب يعني. قاعد في العربيه ففي طفل طالع من نص الشباك وبيبص لي كده عمال يعمل لي باي باي. فالمهم رحت راجع ورحت راكن جنبه، قلت له يا حبيبي يعني انا كنت لسه في بدايتي، قلت له ايه يا حبيبي؟ قال لي انا عارفك انت اهو. راح ماسك الموبايل راح بيشاور لي كده، قال لي انا عايز اتصور معاك. قلت له يا حبيبي انزل من عربيه بابا بسرعه وتعالى اركب معايا العربيه، تعالى نتصور سوا. حبيبتي والله العظيم وانت وحشاني اكتر. وانت كمان حبيبتي يعني انت لو كنت كبيره انا ما كنتش سبتك على فكره. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا حبيبتي، يا حبيبتي انا اللي اتصور معاكي مش انت اللي تصوري معايا. بقول له حبيبي انا اللي عايز اتصور معاك، تعالى تعالي انزلي من عربيه بابا وخش عربيتي. انزل من عربيه بابا بسرعه وتعالى اركب معايا العربيه، تعالى نتصور سوا. تعالي عشان نتصور. انت عارفه لو كنت كبيره كنتش سبتك على فكره. انا معروف شويه بكلمه بابا، فالعشم شويه في كلمه بابا. يعني انا ايه بابا دي؟ بيقولوا لي يا بابا الولاد والبنات الصغيرين بيقولوا لي بيحبوا يقولوا لي يا بابا حليم. يا بابا يا بابا يا بابا. ايه يا امل اللي انت عاملاه ده يا امل؟ ايه يا بابا؟ خلاص يا بابا يا بابا. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. يا بابا خلاص. لا بجد خلاص. محدش يستأمن اخواته الصغيرين على الناس دي. واحد بيتقال له يا دادي والتاني بيحضنهم وبيبقوا عنده بالدنيا. اول كومنت على اللقاء الجميل ده، فادي الدكتور الفرفوش نعمه من عند ربنا. الدكتور الفرفوش. الدكتور الفرفوش نعمه. الدكتور الفرفوش رزق. انا فادي والله انا فادي. تعالي خدي حضني. اماني بتقول انا واحده عندها 11 سنه وبتحب فادي لدرجه اقسم بالله انا اول شفت صوره فادي لاول مره انا دخلت المستشفى واقعه في غيبوبه مدتها اسبوع. انا بقى حلمي اشوفك يا فادي، وشكل الحلم ده مش هيتحقق ابدا، ده حلمي الوحيد ونفسي يتحقق. فادي بليز شوف اماني محتاجاك جدا. اماني عندها 11 سنه، دي انا اعتقد ده الايه السن المناسب ليك. حاول بقى تنقذها، دي اول ما شافت صورتك راحت في غيبوبه. انت لو كنت كبيره انا ما كنتش سبتك على فكره. ندى انا بحبك والله وانت منور، وباذن الله لك التوفيق، ومن فضلك واشتريك لك كده. يعني مش عارف انا بصراحه العربي بتاع الاطفال مكسر. انا بص هحاول اترجم المكتوب. انا يعني قبل ما انام وبعد ما اصحى يعني على طول ماسك النت بتاعي او الموبايل بتاعي او الايفون بتاعي وبتفرج عليك. والله العظيم انت احلى واحد، وعايزاك تبقى يعني انت كمان انت عسل يا فادي. والله العظيم معرفش دي حلاوتك زي ده. انا غيران عنك بصراحه. يعني خضر او كده يعني بصراحه يعني او كده، او عشان يعني شعري اصفر بس مش للدرجه اللي هو اسفه. والله العظيم زي ما بكلمك يا فاتن من فاتن وانا بدعي بس عشان كده ما كتبتش حاجه. يعني كلام بيني وبينك. اتمنى لك التوفيق يا فادي. ماشي سلام. ماشي يا حمدي. اكيد حمدي محمد ده بنت. انا عايز اطبع الكومنت ده وابروزه. بيتكلم فادي ولا بيتكلم فاتن ولا بيتكلم ندى؟ شكرا بجد لاي حد وصل لنهايه الفيديو. شكرا ليه انجي محمد ان هو عمل النوتيفيكيشن. اشوفكم الفيديو الجاي وانا بتم ال30 وما بقيتش اخد مصروف من ابويا. اقسم بالله احنا في كوميونتي يعني ما يعلم بيه الا ربنا.